كيفاش نستعمل يولو 11 في لي بروجي ديالي وشنو نقدر نخدم به. تبع معايا حتى الاخر باش تفهم اكثر. يولو 11 واحد بري ترايند موديل اللي كنقدروا نخدموا به كلاسيفيكيشن والسيجمنتيشن والتراكين والبوز استيميشن والاوبجيكت ديتكشن. يولو 11 فيه 5 ديال لي فيرسيون، كاين نانو والسمول والميديوم واللارج والاكس لارج. باش نخدموا بهاد الموديلز كاين جوج ديال لي ميثود. الميثود الاولى هي نخدموا بالموديل في الكود ديالنا، وهنا خصنا انستاليو عندنا التراليتكس اللي غادي نيمبورتيو منها واحد الميثود سميتها يولو ولا ندخلوا ليها الموديل ديالنا. من بعد يبقى خاصنا غير نحدوا لذاك الموديل المود ديالو، ولي مود اللي كاينين هما تراين الا كنا نديروا التراينين، وفال باش نيفاليو الموديل ديالنا، وبريديكت الا كنا نخدموا الاوبجيكت ديتكشن ولا السيجمنتيشن ولا البوز استيميشن ولا الكلاسيفيكيشن. غير هو راه كاين موديل ديال كل وحده فيهم، زائد كندخلوا ليه السورس كوم ارغيومنت باش نحدوا ليها ليماج والفيديو اللي نخدموا عليه. وكاين مود اكسبورت باش نكسبورتيو الموديل ديالنا من بعد التراينين، والمود تراك الا كنا نخدموا التراكين، والبنش مارك الا بغينا نشوفوا البيرفورمانس ديال الموديلز ديالنا. باي ذا واي راه كل مود عنده ارغيومنتس ديالو ولا تلقاهم في جيت هاب ديالي. الميثود الثانيه اللي نقدروا نخدموا بها واللي هي كندخلوا غير واحد الكوماند للتيرمينال، وهنا كندخلوا الكوماند ديالو وحده المود وكندخلوا ليه الموديل اللي بغينا نخدموا به وكنعطيو السورس اللي نخدموا عليها واللي تقد تكون ايمج ولا فيديو. وكاين بزاف ديال الارغيومنتس اللي نقدروا ندخلوهم. في الاخير اللي عجبك هادشي ما تنساش تتابعني باش يوصلك الجديد.